عمرك سمعت قبل كده عن حد مات ورجع للحياة من تاني في صورة شخص مختلف؟ حالات كتير من تناسخ الأرواح اللي بتحصل في عالمنا وما بنعرفش عنها أي حاجة. ناس بيموتوا كل يوم وبيرجعوا للحياة في صورة تانية تماما. النهاردة هحكي لك قصة عن تناسخ الأرواح اللي حصلت بالفعل في قرية صغيرة في شمال الهند سنة 1984. سومترا خلفت طفلها الأول. كانت فرحانة جدا لأن كان نفسها تخلف ويكون عندها أطفال، وطول الوقت وهي ماشية ولو راحت أي مكان بتاخد طفلها معاها وتمشي بيه على طول. القرية اللي سومترا عايشة فيها قرية فقيرة جدا والحياة هناك صعبة. كلهم عايشين في أكواخ من الطين وما عندهمش حتى كهرباء، لكن مع ذلك سومترا حياتها كانت أصعب منهم، وده لأن والدتها ماتت لما كان عندها سنتين، ووالدها كان شغال طول الوقت وبيرجع البيت على النوم بس. علشان كده ابن عمها الكبير هو دايما اللي كان بيخلي باله منها ورباها. بتمر الايام وبتكبر سومترا وتتجوز، وجوزها هو كمان ما بيرجعش البيت غير على النوم بس لانه طول الوقت في الشغل. فكانت سومترا بتقضي وقتها كله مع اهل جوزها، وده في الكوخ اللي هم عايشين فيه. لكن مع ذلك كانت حاسه بالوحده وان مفيش حد قريب منها. علشان كده لما خلفت كانت طايره من الفرحه لان اخيرا في حد هيكون جنبها ويهون عليها الوحده اللي عايشه فيها. لكن في سنه 1985 حصل حاجه مرعبه. سومترا كانت شايله ابنها وماشيه بيه وفي ايدها جردل، وده علشان تروح تجيب ميه من المدينه لان في هناك بير القريه كلها بتجيب الميه منه. اصلها قريه نحس لا فيها ميه ولا كهرباء. سومترا كانت ماشيه لكنها فجاه بتقف في مكانها والجردل اللي في ايدها بيقع على الارض، واتنين من اهل القريه بيشوفوها وبيكونوا مستغربين. بيمشوا وبيروحوا لها علشان يطمنوا عليها. واحد منهم قال لها انت واقفه كده ليه؟ الجردل بتاعك وقع على الارض ويبقى انت اكيد كنت رايحه تجيبي ميه من المدينه، هو انت ما بتتكلميش ليه؟ وفجاه سومترا صوابع ايديها بتلف لجوه وكانهم هيتكسروا، والراجل واقف مصدوم هي بتعمل كده ليه اصلا. وسومترا عينها بتقلب وكلها بتكون بيضه، والراجل واقف مكانه وركبه عماله تخبط في بعضها. بتبدا سومترا تضغط على اسنانها جامد والفك بتاعها بيعمل صوت عالي وكأن الاسنان والفك هيتكسروا. الراجل هنا بقى ما استحملش ورفع الجلابيه وخد الطريق جري، وسومترا لسه شايله ابنها بس الواد بيعيط بصوت عالي. ده غير ان اهل القريه كلهم كانوا واقفين بيبصوا عليها. وفجاه سومترا بتفوق وبترجع لوعيها من تاني. بتبص حواليها وبتشوف ناس كتير جدا. بتكون مستغربه هم الناس دول بيبصوا لي كده ليه، وابني هو كمان بيعيط ليه. سومترا ما كانتش فاكره اي حاجه خالص من اللي حصل، وبتوطي تاخد الجردل اللي وقع منها وبتمشي وبتروح المدينه وتجيب ميه معاها. وطول الطريق بتحاول تفتكر هو ايه اللي حصل بالظبط لكنها ما بتكونش فاكره اي حاجه. بس قالت لنفسها يمكن وقعت في الطريق علشان كده الجردل وقع من ايدي، ما انا برضو لسه مخلفه ودي اول مره واكيد يعني تعبانه شويه. بس بعدها ب3 اسابيع الموضوع بيتكرر تاني، لكن المره دي استمر لمده اطول من المره اللي فاتت. ووالد زوج سومترا لما دخل عليها المطبخ لقاها واقفه مكانها وما بتعملش اي حاجه. ايديها بدات تدخل لجوه وعينها اتقلبت وكمان بدات تضغط على اسنانها. بيقول لها مالك يا بنتي وبيفضل يهزها علشان تفوق لكنها ما بتردش عليه. 10 دقايق كاملين بيحاول يفوقها واخيرا بتفوق وما كانتش فاكره اي حاجه. بتمر ايام وسومترا ما بتجيلهاش الحاله مره تانية، لكن فجاه بعد 5 شهور سومترا بتجيلها نفس الحاله كل يوم، بس المره دي كانت بتقعد بالساعات، حتى انها بدات تتكلم وهي واقفه مكانها. كمان بتصوت بصوت عالي وبتقول انا راسي هتنفجر. وفجاه بتهدي صوتها وبتقول انا شايفاه قدامي دلوقتي، حد ينقذني منه بسرعه. عيله سومترا اتصلوا على الدكتور علشان يكشف عليها، بس الدكتور ما قدرش انه يعرف حاجه. قال لهم ان حالتها الصحيه كويسه ومفيش اي حاجه تخافوا منها. بيعدي 6 شهور وسومترا كل يوم بيجي لها نفس الحاله بالساعات، لحد ما في يوم كانت بتجهز الاكل وجات لها الحاله. بس المره دي كانت هاديه جدا وقالت انها هتموت بعد 3 ايام. سومترا كانت مرهقه جدا وخايفه من اللي بتسمعه من اهلها لانهم كانوا بيحكوا لها عن الحاله اللي بتجيلها كل يوم، حتى انها ما بقتش تهتم بابنها زي الاول وتقرب منه لانها خايفه لما الحاله تجيلها ممكن تاذيها وتعمل له حاجه. وحماتها هي اللي بدات تهتم بالطفل ده، حتى ان زوج سومترا خلاص ما بقاش يسافر يشتغل زي الاول، بقى يقعد في البيت علشان يخلي باله من زوجته وابنه. بتمر الايام وسومترا بتصحى في اليوم الرابع، وطبعا كانت خايفه جدا لان حماتها قالت لها انها سمعتها بتقول انها هتموت كمان 3 ايام. فكانت قاعده في السرير وخايفه لان ال3 ايام عدوا، ما اتحركتش من مكانها حتى ما راحتش المطبخ اصلا لانها خافت يحصل حريقه وتموت فيها. كانت بتبعد عن كل حاجه ممكن تكون سبب في موتها، حتى انها كانت بعيده عن ابنها علشان خايفه احسن يحصل له حاجه. سومترا بتفضل متوتره لحد الساعه 2 بعد الظهر. حست وقتها خلاص ان نص اليوم عدى واكيد مش هيحصل حاجه وهتموت. وحمات سومترا بدات تجهز العشاء بنفسها. سومترا خلاص شمت نفسها وشويه وقررت انها تطلع بره البيت. شافت واحده صاحبتها ماشيه فرفعت ايديها وسلمت عليها. صاحبتها قالت لها ازيك عامله ايه، انا ما شفتكيش من زمان، ما تيجي نتكلم مع بعض شويه. لكن فجاه سومترا بتجيلها الحاله. صاحبتها ما كانتش مستغربه لان القريه كلها اصلا شافوها وعارفين انها بتجيلها الحاله دي، بس المره دي ما كانتش زي كل مره.
سميترا بدأت ترفع ايديها لفوق ومسكت راسها وبدأت تحركها، نفسها بقى سريع جدا وصوتها عالي. صاحبتها خافت عليها لانها اول مرة تشوفها كده وجريت بسرعة تطمن عليها، بس فجأة سميترا بتنزل ايديها لتحت وبتحطها جنبها وبتقول حاجات مش مفهومة، وقفلت بقها ووقفت مكانها زي التمثال حرفيا. صاحبتها بدأت تصرخ بصوت عالي وتنادي على اي حد ينقذها. الناس اللي في القرية لما سمعوها راحوا عندها بسرعة، والدكتور وصل علشان يطمن عليها. بدأ يشوف النبضات من رقبتها وفتح بقها وكمان بص في عينيها. الدكتور كان مصدوم من اللي شايفه قدامه ورجع يشوف النبضات من تاني، وفجأة بدأ يرجع لورا وقال لهم هو ازاي كده؟ ازاي واقفة مكانها مع انها ماتت اصلا؟ الست ماتت ولسه واقفة مكانها كأنها تمثال. زوج سميترا بدأ يعيط بصوت عالي ومش مصدق اللي حصل، وشالها وخلاها تنام على ظهرها. كمان قفل عينيها لانها كانت لسه مفتوحة وكأنها بتبص على حد معين. القرية ما كانش فيها مستشفى علشان يودوا سميترا ليها ويشرحوا الجثة ويعرفوا سبب موتها. كلهم كانوا مرعوبين ومش عارفين هي ماتت ازاي اصلا. الناس كلهم كانوا مصدومين لما عرفوا ان سميترا قالت بنفسها انها هتموت كمان 3 ايام، وفعلا ماتت زي ما هي قالت. طب هو ازاي ده حصل؟ وازاي عرفت انها هتموت تحديدا بعد ال3 ايام دول؟ منهم اللي قال لهم ان اكيد سميترا كانت ملبوسه بالجن وهو اللي قتلها، والقريه كلها كانت عايشه في حاله رعب بعد اللي حصل. حتى الاطفال لما طلعوا يلعبوا زي عادتهم كل يوم، اهاليهم قالوا لهم تعالوا ودخلوهم جوه البيت لانهم كانوا خايفين عليهم. والست كانت بتسرح شعر سميترا وبتجهزها بعد ما ماتت علشان تتحرق، لانهم هندوس وبيعملوا كده مع اي حد يموت. لكن فجاه الست صرخت بصوت عالي وشاورت للستات اللي معاها في الاوضه على سميترا. لما بصوا على جسمها شافوا حاجه غريبه وكلهم بداوا يجروا بسرعه. الستات شافوا ان عينيها مقفوله لانها ميته زيها زي اي حد، بس الغريب ان عينيها كانت مقفوله وجفن العين كان بيتحرك من مكانه. وفجاه سميترا خدت نفس طويل وفتحت عينيها، قامت من مكانها وفضلت تبص حواليها في مشهد مرعب لكل سكان القريه. كانوا مصدومين ان سميترا قلبها وقف فعلا لمده 45 دقيقه، فازاي اصلا رجعت تاني؟ هو مش المفروض انها ماتت؟ سميترا قامت من مكانها وبدات تغسل وشها. الدكتور لما سمع الصوت العالي اللي جاي من غرفه سميترا جرى على هناك بسرعه، شاف ان سميترا قدامه وكان مصدوم حرفيا. فحصى تاني واطمن على النبض بتاعها وسالها سميترا هو انت حاسه بحاجه؟ فقالت له لا انا مش حاسه بحاجه، انا بس دايخه شويه. فطلع من الاوضه وقال لكل الناس اللي بره الغرفه ان سميترا لسه عايشه. الناس كلهم كانوا مصدومين وتحديدا جوزها، وقال للدكتور هي عايشه فعلا ولا ميته؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. الدكتور قال له اطمن هي عايشه. فجري بسرعه ودخل لسميترا وحضنها وكان فرحان جدا، لكنها زقت جوزها وقالت له ابعد عني. ما كانش عارف هي زقته ليه. معقوله مراتي نسيتني يا دكتور؟ فقال له ان اللي حصل لها النهارده حاجه صعبه واكيد يعني شويه وهتفتكرك. والاهالي كلهم بداوا يتحركوا وكل واحد منهم رجع بيته، وسميترا بتنام لانها بتكون مرهقه جدا. والدكتور طمنهم وقال لهم ان سميترا لما تصحى هتكون كويسه، وانا برضو هبقى اعمل لها فحص شامل علشان اطمن عليها. سميترا لما صحيت في اليوم التاني كانت احسن فعلا من اليوم اللي قبله، وبدات تتمشى في البيت وراحت علشان تشرب. لكن لما شافت جوزها واهلها قدامها بدات تجري وطلعت في الشارع. في نفس الوقت الدكتور كان جاي علشان يطمن عليها وشافها بتجري في الشارع قدامه، بدا يجري وراها بسرعه علشان يلحقها قبل ما تروح اي مكان. ده غير ان زوج سميترا هو كمان بيجري وراها لانه خايف عليها ما يمكن تعمل في نفسها حاجه. جوزها قدر يوصل لها ومسكها من دراعها وخلاها تقف، فتعصبت منه وقالت له انت ازاي تلمسني كده؟ انا ست متجوزه وجوزها لو عرف اللي انت عملته ده مش هيطلع عليك الصبح. سحبها من ايديها وقال لها انا جوزك يا غبيه والبيت ده بيتك. لكنها قالت له بس انا ما اعرفكش وده مش بيتي اصلا. وبدات تصرخ بصوت عالي وتقول له سيبني. والدكتور وزوج سميترا فضلوا قاعدين معاها علشان يحاولوا يعالجوها. كان من الواضح انها نفس الحاله اللي بتجيلها كل مره، بس المره دي طولت يومين وكمان بشكل مختلف. سميترا كانت بتتكلم عادي بس مش فاكره اي حد تماما، حتى انها ما كانتش عارفه ابنها الصغير، وقالت لهم ابعدوا عني انا عاوزه رينكو وتينكو. جوزها استغرب وسالها هم مين دول اصلا، لكنها بدات تكرر كلامها وما كانتش بترد عليه. سميترا ما كانتش متعلمه وما بتعرفش تقرا او تكتب، بس مع ذلك كانت بتدخل اوضتها وتكتب على الورقه. كانت بتكتب انقذوني انا عايشه في بيت ما اعرفوش مع ناس اول مره اشوفهم. كانت بتفتح الشباك وترمي الورق للناس اللي ماشيين جنب بيتها علشان ينقذوها، وما كانتش بتاكل اي حاجه من الاكل اللي بيحطوه قدامها. وصوتها دايما كان عالي وبتزعق لجوزها وبتقول له طلع لي من هنا. اهل القريه بداوا يقولوا انه اكيد سميترا لما قلبها وقف لمده 45 دقيقه اكيد وقتها حصل لها مشكله ونسيت كل حاجه، وحاولوا كلهم يقفوا جنبها علشان ما تهربش او حتى ما تاذيش نفسها. وبعدها ب3 شهور في حد بيخبط على باب الكوخ اللي سميترا قاعده فيه مع جوزها. بيتحرك جوزها وبيروح يفتح الباب وشاف ان في واحد لابس جزمه وبدله كده وشكله نظيف. كان متاكد ان الراجل ده مش من القريه لان مفيش حد في القريه اصلا بيلبس جزمه، وشاف انه ماسك في ايديه كتاب غريب. والراجل بدا يتكلم وقال بصوت هادي انا اسمي روم وانا
انا جيت علشان اسال على ست عايشه هنا تصرفاتها غريبه. زوج سومترا كان مستغرب هو مين الراجل ده وعرف زوجته ازاي اصلا، فقال له ثانيه واحده بس هدخل جوه وهجيلك تاني. راح لسومترا وقال لها ان في واحد بيسال عليك بره اسمه رام. بس الغريب ان سومترا ابتسمت وجريت بسرعه وكانت فرحانه انه يجي عندها، ورام كان مستغرب من ردة فعلها ومش عارف هي بتعمل كده ليه اصلا. وسومترا قربت من رام وكلمته في ودنه وبصوت هادي. رام استغرب وبص لها ورجع بص لجوزها، وزوج سومترا ما كانش عارف هي قالت له ايه ورام بيبص له كده ليه اصلا. رام وقتها بعت سومترا عنه ورجع لورا وقال لها انت اسمك ايه؟ فقالت له انا اسمي شيفا. فشاور لهم على جدار بعيد وقال لهم انه يروح هناك مع سومترا ويقعدوا هناك شويه. مشوا قدامهم وسومترا وزوجها كانوا ماشيين وراه. لما وصلوا عند الجدار سومترا والراجل قعدوا هناك، وزوج سومترا فضل قاعد بعيد عنهم شويه. ورام فتح الكتاب اللي معاه وكان فيه كل الصور دي، شاور لها على صوره منهم وقال لها تعرفي الناس اللي هنا؟ بصت للصوره وقالت له على اسماء الناس اللي في الصوره كلهم. زوج سومترا كان مصدوم وراح وبص في الصوره وما كانش يعرف اي حد منهم، كان مستغرب هي عرفت الناس دول كلهم ازاي وامتى. رام بيقلب الصفحه وبيوريها صوره تانية. سومترا برضو كانت عارفه كل الناس اللي في الصوره. وقتها رام بدا يخاف شويه وجاب اخر الكتاب وشاور لها على صوره واحده وقال لها تعرفها ولا لا؟ سومترا بصت للصوره وكانت مرعوبه وخايفه، نفسها بدا يكون اسرع وتوترت وقالت له انا عارفه الست دي كويس، دي اخت جوزي وهي اللي قتلتني. رام اتصدم ورمى الكتاب على الارض وحط حجر فوق وحضن سومترا وفضل يعيط بصوت عالي. ده كله زوج سومترا واقف بيتفرج عليهم من بعيد ومستغرب من اللي بيحصل، وسأل نفسه وقال يكونش ده عشيق زوجتي وكانت بتحبه من ورايا، ولا مين ده بالظبط علشان يحضنها كده وانا واقف؟ برميل ترش واقف انا ولا ايه؟ وبعدين هم بيعيطوا ليه اصلا؟ وقتها رام بيروح يقول له انا عارف انك مستغرب من اللي شايفه قدامك، تعال ندخل البيت وهشرح لك كل حاجه. دخل معاه البيت وقفلوا الباب وبدا يحكي له عن ست اسمها شيفا، وده نفس الاسم اللي سومترا كانت بتقوله لما فات من الغيبوبه لما الناس فكروها ماتت. شيفا دي بنت اتولدت في قريه صغيره، القريه دي بينها وبين قريه سومترا حوالي 97 كيلو. كانت ست غنيه واتعلمت في الجامعه وعندها ابنين صغيرين، وابن شيفا الصغير اتولد في نفس اليوم اللي سومترا خلفت فيه ابنها. بس الموضوع كان مختلف بين سومترا وشيفا، يعني سومترا لما خلفت ابنها كانت فرحانه جدا وسعيده ان اخيرا هيكون عندها حد ومش هتكون وحيده، انما شيفا بقى كانت حاسه ان ده اسوأ يوم في حياتها، لان اهل جوزها ما كانوش عاوزينها تخلف وكانوا بيكرهوها. ولما سومترا جالها الحاله اول مره في نفس الوقت شيفا كانت بتكتب رساله علشان تبعتها لعيلتها وياخدوها تعيش معاهم. شيفا كانت بتصحى كل يوم بالليل على كوابيس وبتصرخ بصوت عالي، وفي نفس الوقت اللي سومترا كانت بدات تتكلم وهي في الغيبوبه. وقتها شيفا كانت عامله مشكله مع اهل جوزها، وفي سنه 1985 كانت اخت جوز شيفا وحماه وحماتها شايلينها، وده كان عند سكه القطر وشايلينها وماشيين بيها. قابلهم واحد كان معدي من اهل القريه وسالهم انتوا شايلينها كده ليه؟ وكان واضح انها مغمى عليها، فقالوا له انت عارف انها تعبانه وكده فرايحين نوديها المستشفى. المكان كله كان ضلمه وكانوا ماشيين بلمبه جاز، علشان كده الراجل اللي كان معدي ما اخدش باله كويس من شيفا، لان في اليوم التاني لقوا شيفا ميته على سكه القطر الحديد. الراجل اللي عند سكة القطر لما شافها ضرب الجرس وكلهم اتجمعوا هناك، وعم شيفا واختها كانوا وصلوا وجريوا هناك على سكة القطر. كانوا مصدومين ان شيفا ميتة قدامهم. شافوا هناك حما شيفا وحماتها، سألوهم وحاولوا يعرفوا منهم هو ايه اللي حصل بالظبط. حمات شيفا قالت له واضح كده يا ابني انها انتحرت، احنا ما نعرفش حاجة زينا زي الناس، صحينا النهارده على خبر موتها، كانت تعبانة يا ابني وعقلها ما كانش فيها، معقولة تنتحر وتعمل في نفسها كده؟ بس عم شيفا واختها لما بصوا لجسمها ما لقوش اي علامات تدل انها اتخبطت مثلا في اي حاجة وماتت، لكن لما ركزوا وشافوا ان في جرح كبير في راسها، كان واضح جدا ان اكيد في حد خبطها على راسها وقتلها. حما شيفا وحماتها كانوا عاوزين يحرقوا جثة شيفا بسرعة، وده قبل ما الشرطة توصل علشان محدش يثبت حاجة عليهم، وبالفعل عملوا كده وحرقوا جثة شيفا. ولما اخت شيفا وعمها راحوا القسم علشان يبلغوا عن اللي حصل، الضابط قال لهم هي فين الجثة؟ فقالوا له انها اتحرقت. الضابط ما كانش عارف يعمل ايه لان مفيش حاجة قدامه والجثة خلاص راحت، بس مع ذلك عم شيفا واختها كانوا مقتنعين انها اكيد ماتت مقتولة. الغريب بقى ان سومترا جات لها الغيبوبة والناس فكروا انها ماتت في نفس اليوم اللي شيفا اتقتلت فيه، وبنعرف ان الراجل اللي راح لسومترا البيت هو والد شيفا، علشان كده حضنها وكان مصدوم انها تعرف كل الناس اللي وراها لها في الصورة. ما كانش مصدق ان شيفا بنته قدامه بس في جسم واحدة تانية. رام ده اصلا هو والد شيفا، علشان كده لما سومترا شافته اول مرة كانت فرحانة جدا، ولما سومترا قربت منه واتكلمت في ودنه وكانت بتقول له بابا، علشان كده فتح الكتاب وخلاها تشوف الصور علشان يتاكد هي بنته شيفا ولا لا، وتاكد اكتر لما قالت له ان اخت جوزها هي اللي قتلتها، لانها شالت حجر كبير
كبير وخبطته على راسها، وده سبب الجرح اللي شافوه على راس شيفا عند سكه القطر وهي ميته. حتى ان والد شيفا لاحظ ان صوت سومترا زي صوت شيفا بالظبط، وزوج سومترا هو كمان لاحظ انها بعد ما رجعت من الغيبوبه اللي استمرت ل 45 دقيقه كان صوتها ولهجتها في الكلام برضه متغيرين، وعلشان كده ما كانتش عاوزه تاكل من الاكل اللي جوزها كان بيحطه لها، وده على انها ست غنيه ومش متعوده على الاكل اللي عندهم، وكانت بتكره الكوخ لانها اصلا كانت عايشه في قصر. ولما قالت انها عاوزه تشوف تينكو ورينكو كانت بتتكلم عن اولادها الصغيرين، وده برضه يفسر هي ليه سومترا بعد ما رجعت من الغيبوبه كانت بتعرف تقرا وتكتب مع انها ما اتعلمتش قبل كده اصلا. والد شيفا راح وعمل بلاغ في اسم الشرطه وخلى سومترا تحكي لهم على اللي حصل لشيفا وهي ازاي ماتت مقتوله، بس ما خدوش بالشهاده بتاعتها والقضيه اتقفلت على كده. ووالد شيفا ووالدتها فضلوا جنبها في قريه سومترا، وسومترا عاشت مع جوزها باسم شيفا لحد ما ماتت سنه 1998. ولحد هنا بتخلص حكايتنا النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتشير الفيديو، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه. سلام.